عرفتي هذا المنتخب ديال الاردن ومنتخب مسموم، عندهم واحد الجرينتا، واحد القوه البدنيه تبارك الله عليهم، واحد السرعه في التحولات، كتلقاهم دايرين على الكونتر كيوصلوا عندك الليبو ديالك. اما في حراسه المرمى عندهم واحد الحارس تبارك الله وصل عن بالي. 1-0 ضد المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب، ورسميا النهائي غادي يكون بنكهة مغربية، طارق سكيتيوي من جهة وجمال السلامي من جهة أخرى. خاصكم تعرفوا واحد القضية بعدا، المنتخب الأردني هو المنتخب الوحيد في هاد كأس العرب اللي فاز بجميع المباريات ديالو، من الماتش الأول ومن دور المجموعات الى المباراه النصف نهائيه. المنتخب اللي ما تيبغيش الكره، شي هما تيعطيوك الكره تقول لك هاك لعب، ولكن راه حدهم تيشدوها، كتلقاهم 3 ثواني وصلوا عندك الليبوا ديالك وتيماركيو عليك بيت وتعاودوا يرجعوا اللور ويسدوا عاوتاني. ولكن هاد التطور كامل ديال الكره الاردنيه تيرجع للمغرب. ما عمرنا في حياتنا ما سمعنا بالمنتخب الاردني حتى جا عموته وجمال السلامي، وهنا فين المغاربه عجبوني حيت اكدوا للعالم العربي كامل على ان اقوى كره حاليا هي الكره المغربيه.